السر ورا تقنية ترخيم ناجحة بنسبة 100%. لازم تعمل شوية حاجات عشان التقنية ديت تنجح معاك، ودي كانت عميلة بتسألنا من ضمن العملاء اللي خدوا معانا الكورسات المسجلة واحنا بنتابعها، وبتقول لنا ايه رأيكم في تقنية الترخيم ديت. طيب عشان تعمل تقنية ترخيم ناجحة انت لازم تعمل 3 حاجات. اول حاجة، اللون بتاعك لو ما كانش كويس اللون هيطلع بهتان، ومهما حاولت تحط من الوان للاسف مش هتشوف اللون اللي انت عايزه يبان، وللاسف كل ما تزود الالوان كل ما الكونكريت بتاعك بيضعف. فاختصر على نفسك واشتغل بلون نوعيته كويسه. رقم 2، ما تقلبش كتير قوي والا اللون هيسيح في الكونكريت بتاعك، وكده انت هتغير لون الكونكريت مش هتبقى بتعمل تقنيه ترخيم. عشان الكونكريت يبان ان هو مترخم لازم توزع اللون توزيعه تبين الغامق من الفاتح، فانت ما تقلبش كتير قوي. رقم 3، والتركه ديت هي شرط اساسي لنجاح تقنيه الترخيم، ما تسيبش لون كتير في حته واحده، لان اللون دوت لو ما جاش عليه كونكريت هيفضل لون زي ما هو وهيعمل لك حفر زي ما انت شايف. لكن اوفر اول نقول للعميله ديت برافو 10 من 10، تقنيه نجحت معاكي بنسبه 98%، ودي اول مره نصب فيها كونكريت، فالمره اللي بعديها ان شاء الله هتبقى مره ناجحه بنسبه 100%. ولو انت بقى عايز نصايح اكتر عن الكونكريت والريزن والهاند ميد بشكل عام تابعنا واعمل لنا فولو، هتلاقيني بقول لك نصايح اكيد هتستفيد بواحده منهم في يوم من الايام.